الصفحة الرسمية لنواب حزب النور بدائرة العمرية وبرج العرب. النائب أحمد الشريف، النائب أحمد خليل. بالنسبة للمستشفى احنا قابلنا الدكتور عمرو وقعدنا معاه. مستشفى العمرية امكانياتها عاوز اقول لحضراتكم ان تم اختيارها ان تكون المستشفى النموذجيه في اسكندريه، فده هيطبق عليها. الراجل عامل خطوه كويسه على فكره، وخطوه لو قدر يكملها. موضوع المخ والاعصاب هو مش موجود، وهو بيكلمنا بيطلب مننا ان نساعده ان احنا ننزل هنا قسم مخ واعصاب. قعد في القعده يطلب مني كده. عندهم مشكلة حضراتكم، احنا أزمة عايشينها حقيقية في العناية. أكبر أزمة بتواجهنا مع الناس دايما مشكلة العناية. العناية بفضل الله تم تخصيص 2.5 مليون للعناية والقسم المبتسرين، لأن في هنا خطأ. أنا برضو بقول رغم انت ممكن تبقى زعلان من حاجات، لكن هو راجل عملها لله. الطفل الولادة فوق والوحدة المبتسرين تحت، ينزل من فوق على طول يجي له ميكروب، فهو طلب ان تكون قدام غرفة العمليات، اتوافق عليها وتم تخصيص 2.5 مليون لدي ولدي. احنا في راجل اعمال موافق انه يدخل يعمل في قسم الكلى، يزق فيه يساعد، لكن المكان ضيق. الراجل ده اللي قاعد قدامنا ده طرح عليا 4 أفدنة، هو واحد برضه جالي واحد تاني علشان نوسع مقابر العمرية ونوسع جزء من المستشفى، وكلمت الدكتور فيها قال لي دي تبقى فكرة ممتازة نعملها عيادات خارجية واجيب فيها قسم المخ والاعصاب ده والاوعية الدموية، بس انت اللي تتكلم. هو ما يملكش على فكرة، اوعى تظن ان مدير المستشفى يملك حاجة، لكن الحاجة الجميلة اللي هو عاوز يعملها ان هو يفتح العيادات بتاعة المستشفى ليل ونهار ل 24 ساعة، ويجيب دكاترة بالاجر، يخلي الكشف 5 جنيه، يديهم الفلوس مقابل انك تجد الخدمة كاملة. قلت له طبعا انا معاك ونساعدك فيها واحنا وراك. اللي يجي من القرية الدكتور على فكرة موظف له وقته بيمشي، ويجي التاني غيره ياخد وقته ويمشي، والشغل بره احسن واربح لو قدر ان هو يكمل دي. واحنا قلنا له احنا معاك نستعين بالله. عنده نقص في حاجات كتيرة جدا وميزانية الدولة ما تسمحش. بفضل الله بدأنا جبنا شوية أدوية وبعض السراير بعض الكراسي. أنا بقول إحنا دي بلدنا، العمرية دي بلدنا، المستشفى دي بتاعتنا. وللأسف حظنا وقدرنا إن أول مستشفى تاني حكومي تخدم مستشفى جراحات اليوم الواحد في الرست ومستشفى الجامعة. إحنا شايلين الصحراوي والعمرية من الداخل والقرى والطريق الساحلي لحد مستشفى الحمام. اي حالة عندهم عناية اول حاجة قدامهم العمرية او مستشفى الجامعة، وشايلين الطريق الدولي. فده قدر، عشان هم مقتنعين تماما ان احنا لازم نسعى في توسيعها. وبنفكر بقى في الجزء ده، وفيها مشكلة مع الجيش تخلص ولا ناخد تخصيص من هيئة الاستثمار اللي هي تابعها دلوقتي شركة مريوط، زمان بقت شركة قابضة، ناخده تخصيص. يبقى هو الراجل مستعد على فكرة يعمل قسم اعداد خارجية. كان في طرح تاني بينطرح ان الجزء الموجود في الخلف بتاع مكتب الصحة يتاخد المستشفى العمرية وندي مكان لمكتب الصحة ينشئه هو او تتولى الوزارة. دي بعض الحاجات اللي هي بيطرحوها واحنا هندفع فيها لحد ما نوصل للافضل والاحسن اللي يكون فيه مصلحة الناس. انا دلوقتي مقدم طلب لوزير الصحة اهو وللدكتور مجدي حجازي لمستشفى العمرية، بنطالب بوجود تخصصات مخ واعصاب واوعية دموية، وبنطالب في صعوبة كبيرة جدا. انا عاوز اعمل حاجة، اتفضل. انا عاوز حد يجي يقرأ، حد يقرأه عشان ما نبقوش بنتكلموا كده. قوم اقرأه يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد وكيل وزارة الصحة دكتور مجدي حجازي، تحية طيبة. وبعد، نحيط سيادتكم علما بأن منطقة العمرية تعاني من تدهور شديد في ملف الخدمات بقطاع الصحة، ومنها المطالبة بوجود تخصصات مخ وأعصاب وأوعية دموية. 2. وجود صعوبة في استخراج تصاريح الدفن نظرا لانتهاء فترة العمل بمكتب صحة العمرية الساعة 4 عصرا،
مما يضطر المواطنين إلى الذهاب لمكتب صحة عزبة سعد بسموحة لاستخراج هذه التصاريح، وذلك بالرغم من قرب سكن مدير الوحدة الصحية المسؤول عن استخراج تصاريح الدفن من الوحدة. 3. عدم تفعيل وحدة الإسعاف داخل مستشفى العمرية. 4. المطالبة بسرعة إتمام وحدة العناية المركزة ووحدة حضانات المبتسرين التي تم اعتمادها من وزارة الصحة. فنرجو من سياداتكم اتخاذ اللازم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. مقدمه لسياداتكم أستاذ أحمد الشريف، دكتور أحمد خليل خير الله، أعضاء مجلس النواب عن دائرة العمرية وبرج العرب. ده انا بس حبيت اوريه لحضرتك ليه، لان احنا بفضل الله كل بقى الكلام اللي انا قلته ده خلاص، كل اللي انا قلته ده، كل نقطه باللي انا قلته كله خلاص، بكل جوه العمليه وشرحها معمول بيه ورق. يبقى الموضوع مش موضوع ورق بس، موضوع ان احنا نضغط. طيب